السلام عليكم. خلاص بعد ما عرفنا ازاي ظبطنا حجم الصورة على الفوتوبيا. هنتعلم ازاي نجمعها على ورقة A4 او A3. بدخل على فايل برضو زي الفوتوشوب بالظبط. فايل نيو. هنا بختار اختار A4 او A3 حسب بقى. واتاكد هنا ان الريزولوشن 300 بكسل. وبعدين اسمي البروجكت بتاعي مثلا وليكن فوتو كولكشن، واعمل كرييت. هيفتح لي ورقه A4 زي برضو ما اتعلمنا قبل كده. هدخل على الصوره اللي انا عايزه اخدها، ادوس عليها، اتاكد ان انا دايسه على المفتوح. هدوس كنترول A في الكيبورد، بعديها كنترول X واروح على الورقه A4 وادوس كنترول V واحط الصوره في المكان المناسب. وادخل على الورقه اللي بجمع فيها وادوس كنترول V، وبعدين اسحبها بقى كده. لو عايزة طبعا بسيب مارجن كده عشان الطباعة، ما بخليش الصورة على الطرف قوي، بس برضه مارجن كبير شوية. ممكن على فكرة بحركه بالأسهم بيبقى دقيق أكتر. بعد كده لو أنا عايزة المربعات دي، فاكرين اللي هي كنت بدوس في الفوتوشوب على كنترول أو كنترول تظهر لي عن طريق تشيكد كده، يبقى هي شغالة. ولو عايزة ألف الورقة بدوس رايت كليك وادوس روتيت اي بقى حاجه انا عايزاها. وبعد كده ده لو انا ممكن اعملها روتيت اصلا مانيوال، بس لو انا عايزاها تبقى مظبوطه فبعمل لها روتيت بالطريقه دي. بعد كده دي مثلا الصوره دي، لو انا هاخد صوره تانية هدوس كنترول A كنترول X واروح على، بس مش راضي ياخدها قط، لان هي لما تكونش متسيبه كجي بي جي زي ما قلت لك قبل كده بتروح على الحركه دي، ما ترضاش تتعمل قط وتروح على تجميعة الورقه. فبصوره از جي بي جي واعمل لها سيف، وبعد كده هاخدها من على الداونلودز زي ما حكيت لكم قبل كده، دراج اند دروب، وافتحها جوه الفوتوبيا. بس هدخل بقى على الجديدة. دي الصورة بقى اللي أنا سيفتها كجي بي جي. فتحتها تاني بالدراج اند دروب، أو زي برضه نفس طريقة الفوتوشوب، من فايل اوبن وادخل على المكان اللي هي موجودة فيه الداونلودز افتح. بس طبعا مش هينفع الطريقة التالتة اللي هي كنا بندوس رايت كليك اوبن ويز فوتوشوب، دي بقى خلاص مش هينفع لأن الفوتوبيا ده اونلاين مش برنامج متسطب على الكمبيوتر. فبدوس كنترول A كنترول X، بدخل على الفوتو كوليكشن اللي بجمع في الورقة وادوس كنترول V بس، وبجمع بقى الورق كل الصور. وزي ما قلت لكم ان انا عايزه مثلا احرك الصوره، اكبرها سنه مثلا، حسيت انها مش مظبوطه قوي، عايزه تكبر. بعمل ده عن طريق المربعات دي. وبظهرها ازاي؟ لما بدوس على الموف تول بدوس على ترانسفورم كنترولز، وده اللي بيظهرها. لو انا دايسه على اي حاجه تانية بتختفي، فاتاكد ان انا دايسه على الموف تول. دايما اي حاجه الاقيها يعني عطلتني في مشكله، اتاكد ان انا دايسه على الموف تول، ساعتها الدنيا تظبط ان شاء الله. طيب انا بقعد ليه اجمع في ورقه كده وازنق الدنيا؟ لان الورقه خصوصا اللي هي بنطبع عليها على المجز، او انا عن نفسي بستخدمها برضو للديكوباج العادي، اللي هي اللي اسمها ورق الديكال الشفاف ده، بيكون غالي. يعني في وقتنا الحالي طبعا الاسعار بتزيد كل تقريبا ربع ساعه عندنا في مصر. ففي الوقت الحالي السعر بتاعها بالطباعه الورق الاي 4 20 والاي 3 35. فعشان كده الواحد بيحاول على قد ما يقدر يجمع
يجمع اشكال كتير في نفس الورقه عشان يوفر لنفسه الطباعه. انا عن نفسي لما كنت بعمل بقى الديزاين عند حد بره، فطبعا كان بيقعد يظبط لي في الورقه المقاسات وكده، فده كان بيستهلك وقت منه، فكان بيحاسبني طبعا على الوقت ده كله، فكان بيبقى تكلفه فوق التكلفه، فكان الموضوع بيبقى كارثي بصراحه. فكده احسن ليكوا ان الواحد يتعلم الحاجه بايده، يعمل هو يعني وقته بيقدر يظبطه، لو عنده اي ربع ساعه فاضيه هنا مش عارف ايه يظبط حاجته بنفسه. لكن لو عملها بره هيتكلف كتير وهتبقى يعني مشكله يعني. خلاص كده بعد كده اهم حاجه بقى ان انا اعمل لها فايل اكسبورت از. ممكن هنعمل حاجتين، هنعملها كجي بي جي وهنعملها كبي دي اف، الاثنين، بحيث ان وناخد معانا الاثنين. انا لما عملتها كبي تي اف ظهر لي ان هو سايبها عن طريق جوجل، مش ان هي نازله على الكمبيوتر يعني. فاحسن خلوا معاكم الاثنين اكستنشن في الفلاشه، وعلشان لما تروحوا تطبعوها ينفع تطبع، تشوفوا مين اللي هتنفع. بس طبعا بي دي اف هو الاحسن. بس انا مش عارفه ليه مش ظاهر لي كبي دي اف صرف. بصوا كده لما هاجي انزله، مش زي ما بنزله من على الفوتوشوب. بصوا نازل عن طريق جوجل كده، وبيتفتح عادي نفس الصورة اللي أنا مسيباها وكله. بس مش عارفة ليه ما بيبقاش شكل الأيكون بتاعت البي دي اف يعني. فعامة هنسيبها بالطريقتين ونشوف بقى مين فيهم اللي هتفتح في المطبعة. بس المفروض ان البي دي اف دي بتفتح وبتبقى كويسة يعني. في الفيديو الجاي هنتعلم طريقة الكتابة على الفوتوبيا ان شاء الله. مع السلامة.